المغرب ندا للعواصم العالمية الكبرى بفضل سياسة شاملة تهدف وفق توجيهات ملكية إلى تطوير النسيج الحضري بشكل متناسق ومتوازن. بدءا من طنجة في شهر شطنبر الماضي أطلق جلالة الملك محمد السادس برنامجا يخول المدينة اسم طنجة الكبرى باستثمارات مالية يزيد حجمها عن 7 ملايير و600 مليون درهم. تنجز مشاريع ضخمة على مدى 5 سنوات، تستحدث طرق ومنافذ جديدة لتخفيف الضغط، منها طريق التفافي يربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط. سيتم تطهير الساحل والأودية كجزء من الرهان البيئي للبرنامج. سطرت أيضا مشاريع اجتماعية وصحية. وفي الشق الاقتصادي يتم العمل على إحداث منطقة صناعية جنوب المدينة التي تعد ثاني قطب اقتصادي بعد الدار البيضاء. مراكش الوجهة الموالية لإرادة التغييرات الكبرى عاهل البلاد أطلق هناك في يناير الماضي مشروع مراكش الحاضرة المتجددة على مدى 4 سنوات وباستثمارات تفوق 6 ملايير درهم. تفتح أوراش تثمن الموروث الثقافي وتحسن النقل والاندماج الحضري وترسخ الحكامة الجيدة وتحافظ على البيئة، وكلها محاور ستعزز من الجاذبية الاقتصادية للمدينة الحمراء وتدعم مكانتها كقطب سياحي عالمي. وفي الدار البيضاء المتروبول العصرية مشاريع كبرى أطلقت يأتي على رأسها القطب المالي ومشروع وصال الدار البيضاء الميناء. المشروع يجدد بحداثة المنطقة المينائية ويثمن الحي التاريخي للمدينة العتيقة لتبرز الدار البيضاء وجهة سياحية للثقافة والأعمال والرحلات البحرية. برامج تنمية الحواضر الكبرى للمغرب تتقاطع جميعها في شمولية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الحضارية والثقافية والاقتصادية والبيئية للمدن لتكون في خدمة ساكنتها.